ده حماده شلال ده مين ده حضرتك؟ ده حماده هلال في يداح مش المداح. طب ايه حضرتك يعني رسمه العين ورسمه الحواجب إيه دول هيساعدوني اقلع البنطلون اسرع ولا ايه الفكره؟ حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا رجعنا بفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. دي المره الثالثه او الرابعه بس انا بحب كل فيديو اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. معانا ترند جديد، خلي بالك من الواد انا نازل يا سعاد. الترند ده بقى عجيب، نايم البنات كلها على ظهرها مش عارف ليه. فاعملوا لايك وقولوا رايك جميل في الكومنت. اعمل لايك يا اسطى، مش معنى ان انا اقول لك اعمل لايك وانا مش شايفك ان انت تشتغلني وما تعملش لايك، لا انا قاطع عليك وشايفك. كلنا بمناخيرنا كده هوبا ننزل نعمل لايك. تحت في الكومنتات سايب لك لينك واحد مجمع كل السوشيال ميديا بتاعتي، اضغط على اللينك ده واعمل لي فولو على كل حاجه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جاهز؟ يلا بينا يا ابني، خش على اول فيديو. تمرين تحرير صدمات الماضي. اهو يا جماعه الموضوع واضح خالص اهو. هنيجي لصدمات الماضي نقعد ننفض فيها، فاهم؟ اي صدمه على كتفك تعمل كده، على الباي بتاعتك تعمل كده، ايا كان الصدمه هتتنفض ان شاء الله. نوع من الصدمات يا جماعه بيبقى مبقع في التيشيرت وثابت، ده بنحتاج نخبط له بشكل اجمل. انا بقول لكم الكلام ده عشان اي حد مشكله تواجهه وهو بيشيل الصدمه. لا انا بقول لك في نوع صدمات اسمه الصدمات المبقعه، بيحتاج منك مجهود اكبر. بص بقى هنا وهنا وفي الفخاد، دي اسمها صدمات الترهلات. تقعد تخبط على كرشك كده وعلى جنابك، فاهم؟ وتنزل على فخادك تخبط كده، انت بتتخلص من اي نوع من الصدمات بيواجهك. شكرا كوتش ماري، ما تعمليش فيديوهات تاني. هي المفروض يا جماعه ان هي هتعمل ميك اب حماده هلال في المداح. افضل في سكه ستر الله. ايه ده؟ ده حماده شلال ده مين ده حضرتك؟ ده حماده بلال ده مش حماده هلال. ده حماده هلال في يداح مش المداح، لا ده حماده هلال في يداح. وبعدين حضرتك ليه عامله له ميك اب اسود جوه مناخيره؟ يعني فاهم؟ ده مناخير بني ادم طبيعي عادي، ما هو ما كانش بيغسل مناخيره ولا ايه؟ لا ثواني كده، مكتوب ميك اب وانت داخله التويليت، يعني الشخه بقى ليها ميك اب دلوقتي، ميك اب توتوريال الشخه. والله عنوان ريحته وحشه اساسا. ما شاء الله بتحط فاونديشن وشجوب وبتاع، طبعا كل ده بيساعد على عمليه الايه الشخه. يعني لو انت عندك امساك او كده وعملت الميك اب ده وانت داخله هتلاقي ربنا مسهل لك خالص. طب ايه حضرتك يعني رسمه العين ورسمه الحواجب إيه دول هيساعدوني اقلع البنطلون اسرع ولا ايه الفكره؟ لا نخش فين بقى حضرتك؟ ده حمام، انت لازم تخشي فين لوحدك. خلي بالك من الواد انا نازل يا سعاد. لا انا عندي سؤال يا جماعه والله، انتوا نايمين واحد تحت وواحده فوق، ظابطينها ازاي؟ وفي نفس الوقت انتوا بتنقلوا الموبايل ازاي؟ يعني حضرتك انت لو جيتي تنزلي تديله الموبايل هتنزلي على وشك، وواضح ان الفيديو ما توقفش، يعني الفيديو وان شوت. ايه يا سعاد؟ بدك تعمل اذا انا طلعت جارتك او اذا شفتني بالطريق شو بتساوي؟ بعدها هدوس على وشك، ولو انت جايتي هعزل من المنطقه. والفيديو ده انا ممكن احطه في ملفي في الهرج على فكره عشان يعرفوا بدول بره انا بمر بايه هنا. رشد ابو العباس فين؟ رشد ابو العباس مين انت؟ انا اللي هعلمه الادب. عيب بقى انت شكلك فرفور بقى، ما توسعهاش. اعلمه الادب ايه؟ مش مصدق؟ لا الصراحه هو جاي يستغرب، يعني انت فاهم، هو كل كلمه انت بتقولها بيعيدها يقول لك تعلموا الادب، هو جاي يستغرب النهارده. مش مصدق، اصله مخلف 4 رجاله وحوش يسدوا عين الشمس. انا الخول لسه خارج من السجن امبارح. الحمد لله على السلامه يا اخويا، الحمد لله على السلامه، منور اهل بيتك ومنطقتك والله. وده ظباطه هو اللي حارق البيت اللي وراك. شكله ظباطه فعلا، شكله ظباطه، يعني هو باين عليه ان هو ظباطه وحارق البيت فعلا. انا بقى بامن على الكلام. اما دوت فده سمسم، لا ده لايق عليه حباطه، ده سميه حباطه عشان يبقى اخو ظباطه. مالكش دعوه بيه عشان ده البركه بتاعتنا. ايوه حضرتك ايه المشكله ما اجي المسه واخد منه البركه؟ ولا انتوا بتحبوا تحتفظوا بالبركه ليكوا انتوا بس؟ اما دوت فده اسماعيل
ابعد عنه خالص. ليه بقى حضرتك ما قلتش ليه؟ ما اديتنيش برضه سبب مقنع ليه ابعد عن اسماعيل؟ يعني التاني كان البركه بتاعتكم، اسماعيل ابعد عنه ليه بقى؟ ريحته وحشه؟ ابوكوا بيعاكس مراتي وبيكلمها وبعت لها صور على النت وهي كمان بتبقى ولا انت عبيط يالا، انت صريح ليه كده يالا؟ يعني انت رايح تتخانق مع واحد عشان بيعاكس مراتك، رايح تقول له مراتي كمان بتبعت له؟ يعني انت خروف يالا. طيب ماشي، ما هو بعت لها وهي كمان بعتت له، كده انت خروف. الله ينور عليك يا استاذ زباطه، الله ينور. ولا انت حباطه؟ انت مين فيهم؟ انا ابو شعر اصفر ده مضايقني غبي الصراحه. ما اللي عنده بقى زي لمها حلاطه ولا انت شباطه ولا اسمه ايه؟ خروف؟ ايه خروف دي يا على الحرام من دي؟ يبقى في خروف الا ابوكوا مستلزم من الطب يجيب حاجه وراجع وجاي يكلم واحده. لا ستوب بقى ستوب، انت قلت ايه؟ مستأذن من فوق صحت بقى وراجع ايه؟ انت قلت ايه؟ هنعيد تاني عشان نفهم. مستلزم من الطب يجيب حاجه وراجع وجاي يكلم واحده من دول عياله. وعهد الله ما فهمت بس هعديها. انت اتجننت يا انت عبيط يا، هتمسك فيه عشان بيقول كلمه الحق. طب انا هزيدك من الشعر بيت يا. لا مين انت بقى حضرتك؟ انت الشاعر احمد شوقي؟ يعني هتعملها ازاي بقى؟ تزيده من الشعر بيت ازاي؟ اللي عنده معزه يربطها احسن ما الحاج وحد من ولاده يشقطه. اديله تحت الحزام في بطاطه. ده كده خايبش على الكلام، ده كده ممكن تطيطع على الكلام كمان. عشان انت لو حسست على دماغك هتلاقي عيونك منبته. وريني كده. شفت بقى؟ حاسس على دماغه فعلا، لقى عنده حق. بالصلاة على النبي عاملة محشي النهاردة عن فطار من صباحية ربنا واني عمالة نلف فيه ونحشي حضرتك محشي ايه؟ وايه الصباع ده؟ ده صباع رجل، ده مش صباع محشي. ايه الديناميت اللي انت حاطاه في الحله ده يا حاج؟ حاجة بالصلاة على النبي اهوت عشان خاطر نلحقوا نفطروا على اذان المغرب. عايز اعترف لكم حاجه، انا عمري ما اتقرفت من بني ادمه في الكوكب قد البني ادمه دي. انا بشوف اي فيديو ليها بحس عايز اجيب اللي في بطني، قولوني بيشد عليا. لا حلو يعني عامله شعرها على شكل قلب لذيذ. انا بحب الفيديو ده، لذيذ منه ماشي. انا نازل يا سعاد هجيب له الشوكولاته واقول له تاتا. بجد نفسي اعرف بيدوا الموبايل لبعض ازاي؟ يعني انت فوق وهي تحت، بتعملوها ازاي؟ خد امسك الورقه دي. امسك الورقه دي؟ قطعها. اقطع الورقه دي؟ بقول لك قطعها يا احمد، قطعها. ما تقطعها يا احمد، قطعها يا احمد، انجز يا احمد، مبقاش بطيء كده. حاضر يا قطعها كذا مره. حاضر يا ندى، حاضر. قطعتها اهو شاطر. اهو حطها على السفره. اهو يا ندى. قول لها انا اسف. او الورقه انا اسف. عادي يا احمد، عادي. مش في معيش بتاكل ورق؟ يبقى في بني ادمين بتتكلم مع الورق عادي. انت هوبا. قول لها انا اسف. انت متاكده يا ندى؟ قول لها انا اسف بسرعه يا انا اسف. ما حسيتهاش، هتعيدها تاني يا احمد. اعتذر للورقه كويس يا احمد عشان سطوعها وما تغضبش عليه. انا اسف. مش من قلبك، قول لها انا اسف من قلبك. انا اسف من قلبك. رجعت زي ما هي؟ لا مش هترجع تاني زي ما هي اكيد يعني يا ندى. طب ما تفكر كده ترجع. نفكر فيها يا استاذه ندى بعد اذن حضرتك. انت مخك فين حضرتك؟ مش معقول يعني حضرتك، احنا مستحملينك من اول فيديو بالعافيه. عمرها ما هترجع تاني يا ندى، خلاص انا قطعتها. طب ما تجرب كده تطلع لها فلوس يمكن ترجع زي ما هي. عادي يا احمد، طلع لها فلوس عادي. في ورق بياخد مصروف، انت تعرفش ولا ايه؟ طلع لي مين فلوس يا ندى؟ للورق. طلع لها فلوس بسرعه، انت لسه هتفكر. حاضر يا ندى، حاضر. كلهم يا احمد. كل الفلوس؟ لا حضرتك يا استاذه ندى، الورقه دي كده مصرفها اوفر بقى. ندى اهو ندى. رجعت زي ما هي؟ لا طبعا مش هترجع زي ما هي يا ندى. لا رجعت زي ما هي يا احمد. رجعت زي ما هي ولا ما رجعتش زي ما هي؟ انت هتشتغلين يا ندى، دي ورقه. لا ما هي دي اختها في رضاعه، ما هما الاثنين واحد. عرفت يا احمد ان دي الحكمه بتاعت النهارده؟ انت كل اللي انت بتعمليه ده عشان توصلي لي الحكمه دي يعني؟ يا احمد عشان اوصل لك الحكمه. لما تزعل حد تصالحه، تعرف تراضيه ازاي؟ بص يا احمد، انا كنت فاكرها عبيطه بس هي فتشتك يا احمد، لازم تعترف ان هي يعني لبستك. لا خلاص انا استفدت من الحكمه يا ندى، انا عايز الفلوس. مفيش فلوس. الفلوس؟ لا يا استاذ احمد، ما حدش بيتعلم ببلاش، وده الهدف اللي ندى عملته. مش بقول لك فتشتك على مفيش فلوس. خد الورقه اللي انت قطعتها. صح كده، خد الورقه اللي انت قطعتها. من فسد شيء عليه اصلاح، صلح. خد الورقه دي واطلع بقى على الميكانيكي بقى. ايه يا حاجه انت بتعملي ايه؟ ده حاجه، لا الاماكن الحساسه دي ما ينفعش تتلسع كده. لا ثواني، هي دخلت النار جوه؟ لا يا حاجه مش معقول كده. لا انا عايز اعرف الحاجه دخلت طبق النار ده كله فين؟ ما شاء الله، ده بتاخد مناديل وبتعبي، ده فاتحه حوض سمك جوه. ترتيبي خلي بالك. عايز اعيط يا عم، مش قادر والله. شايفه شميت كل دول فينا، برضه افضل احبك لاخر يوم في عمري. في ايه حضرتك؟ مالك؟ ما انت عايزه تعيطي عيطي عادي، انما الوضعيه اللي انت نايمه بيها دي في حاجه ما تطمنش. مش هشتمك والله عشان انا بحبك، ولو على غيري. انا ما فهمتش برضه فين المشكله. اللي بيبطل الصيام ايه؟ الصلاة.
ولا انتوا بتعبدوا ايه يالا؟ بتعبدوا ايه؟ اشجار السمر يا جدعان، ربوا عيالكم على الدين صح يا جدعان، العيال مش فاهمه حاجه خالص يا جدعان. طب خلي بالك من الواد، انا نازل يا سعاد هجيب له الشوك. ايه ده حضرتك انت ايه ده؟ لا حضرتك انت جايب المدام من مكان يعني ما ينفع وبيجامه، انت فاهمني؟ واقول له تاتا الواد بيعيط ليه يا سعاد، الواد زعلان. ترند عجيب والله يا جماعه، عجيب بجد. ما اعرفش مين اللي اخترع الوضعيه دي اصلا، يعني جت في دماغه ازاي يعمل الترند بالشكل ده، انا مش عارف. طيب يا حبايب قلبي، ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واتمنى لو كل ده ما عملتش لايك انزل اعمل لايك عشان الريتش في رمضان واقع مننا على الاخر اكتر من الطبيعي. كمان ما تنساش اللينك اللي انا قلت لك عليه تحت مجمع كل السوشيال ميديا، تابعني في كل حته عشان في اكتر من محتوى بيفوتك. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام عليكم.